بوليسيستيك كدني مرض تكيس الكلى، جيناتيك ديس اوردر، للاسف مرض جيني ما بنعرفوش غير بالفحص الدوري بالسونار. المرض ده بيصيب عدد لا باس به من القطط والكلاب بتاعتنا. للاسف اعمار القطط والكلاب دي بيبقى صغير لو احنا ما اكتشفناش الامر بدري، لان لا قدر الله ممكن يوصل لمرحله ان يحصل فشل كلوي او كرونيك كدني ديزيز. يفضل ان احنا نعمل كشف دوري على القطط والكلاب بتاعتنا، علشان الكلاب والقطط المصابه بالبوليسيستيك كدني دول بيبقى ليهم معامله خاصه في الاكل والشرب بتاعهم، ودايما بنلحقهم لو حصل اي مشاكل. كمان علاجاتهم بتبقى مختلفه تماما عن الحيوانات العاديه، بنعملهم معامله خاصه علشان نحافظ على حياتهم بقدر الامكان بصحه وعافيه، وما يبقاش بيعانوا من اي مشكله. لو حسيت ان الكلب او القط بتاعك بيستهلك ميه زياده كتير عن اللزوم او ما بيستهلكش ميه، في مشاكل تحس انها مرتبطه شويه بالكلى، ان هو بدأ ان هو يتعب شويه، بينهج، في اي مشاكل، داخل على اي عمليه جراحيه، ارجوك ما تهملش التحاليل قبل العمليه والفحص بالسونار، لانه ممكن يكون مصاب بالبوليسيستيك كدني وانت ما تعرفش، وتدخله في كومبليكيشن انت في غنى عنه.